هقول كلمة ب3 حروف بنصح بكل يوم تقولها، عدم فهمك لمغزى الغنوة من البداية بيقوي عمق الجملة. الأمل طريق الجنة فالنتيجة وجهان نفس العملة. انتي اشبه باخر شمعة في اوضة ضلمة، مستحيل تتفق. ازاي فكرتي من حياتي الكل انك تختفي؟ مهما زاد الحمل زاد الوجع بالسواد، ازاي نكتفي؟ مش من اول مصيبة تضعفي الامل لازم تنقذي، معقولة بالسهولة دي هتفقدي؟ ازاي فكرتي عنك تبعدي؟ اتخيلي بان انتي اخر امل لناس كتير، فلما كفرتي بيه ارواحهم تدريجيا بالبطيء ما تتبعدي. الاقوى ما بيضعفش لضعفه، ولا نسيتي كونك في الحقيقة قدوة؟ ده كان مجرد اختبار من ربك ادى بيكي مثال بان انتي مصدر قوة. ده انتي اقوى من كلمات الامل اللي بيها ببدع، زي شمعة بتدفيك في شهر برد مثلا زي ديسمبر. رموكي في عز نورهم على اساميهم يستحقوا شطبة، مهما عملوا خير عينيهم كل يوم هتحيي ذكرى صدمة. انت لسه عايش ده اكبر دليل بان لسه فيها امل. 3 حروف بكلمة كفيلة انها ترسم لك مستقبلك. ليه قابل تعيش حزين وقلبك فيه نبضات تقع؟ تقوم ربك بيقولك انت قابل للصدمات، لازم تكمل حلمك في الحياة مهما حسيت بملل، مهما حسيت بيأس حياتنا لسه فيها امل. ليه قابل تعيش حزين وقلبك فيه نبضات تقع؟ تقوم ربك بيقولك انت قابل للصدمات، لازم تكمل حلمك في الحياة مهما حسيت بملل، مهما حسيت بيأس حياتنا لسه فيها امل. هحكي قصة وردة روحها جميلة دي فطرتها بالامل بتشد كل شخص بائس للحياة ناحيتها. كانت وحيدة بالجمال في كل عيون الناس، جمالها كان يشدك ليها تاني لو بصيت لمال. لكن في يوم ما ملتلوش ملامح المطر عليها، تقل كل معجب بيها فجأة في عز المطر عنها بعد قليل بس قبل. حسيت بالحسرة لما تخلوا عنها، لما حسوا ان ورقها دبل. كانت النظرة مني ليها في عز سكون الكل حركة، كنت ساعتها شايل حمل شخص فرق حياته قهرا، بس لما شفت الوردة نزعت فكرة ان اسيبها وهرب. كانت وردة نادرة في البستان ماتت من بره، بس روحها فضلت مش هقول دي ادمت. مش هسمح للايام تقولي ان الوردة دبلت. حاولت امنع كل نقطة بتأذي بس الرؤية عنها بالتدريج تلاشت. قسوة المطر وجعها لكن اخر امل خلاها في النهاية عاشت. ما تسألنيش الشمعة هي مين، الوردة هي مين، هي امل، هي مصدر شدك من سواد سنين. اخر ارض لمست رجلك وانت خلاص بتموت غريق، هي كل سين. كل شخص غير حاجة فيك وما لقيتلوش مثيل. ليه قابل تعيش حزين وقلبك فيه نبضات تقع؟ تقوم ربك بيقولك انت قابل للصدمات، لازم تكمل حلمك في الحياة مهما حسيت بملل، مهما حسيت بيأس حياتنا لسه فيها امل. ليه قابل تعيش حزين وقلبك فيه نبضات تقع؟ تقوم ربك بيقولك انت قابل للصدمات، لازم تكمل حلمك في الحياة مهما حسيت بملل، مهما حسيت بيأس حياتنا لسه فيها امل. الشمس بتنور لك السواد رغم معرفتها بنهايتها، في غيرك عنده حلم بالتأكيد عارف قيمتها. فضلت تهرب منها بالساعات وفشلت. ليه زعلت اول ما الغيوم خافتها؟ لو طفيت الشمعة في حز حجتك ليها يعني طفيت ملامحك. كفرت بالامل وكمان امنت بالالم، ازاي عشمان ربك يسامحك؟ وفي يوم بكلم نفسي اقول بحزن ليه يا دنيا شوقتيني. قالت لي اخر اليأس نور، قلت لها احكي لي فعلا شوقتيني. قالت لي احلام وعافر ما تستسلمش، لو كان نفسك الاخير صدقني هتعرف بس ساعتها معنى لذة الرحيل. قالت لي هقول لك نبذة امل لكن باختصار اسوأ فترات حياتك هي فترة الانكسار. انت في حرب ما بتخلصش ما قدامكش غير الانتصار. الحياة بتفوت وتجري قوم احلم بسرعة. انت مريض باليأس طبيعي ما تكفكش جرعة، لو صعب دخول مدينة الامل ممكن تهد سورها. انت مريض باليأس شفاك صدقني نورها. هتشوف حياتك بكرة لو بكل سوء ودعت، فقوم حقق اللي نفسك فيه دلوقتي ما عندكش وقت. ليه قابل تعيش حزين وقلبك فيه نبضات تقع؟ تقوم ربك بيقولك انت قابل للصدمات، لازم تكمل حلمك في الحياة مهما حسيت بملل، مهما حسيت بيأس حياتنا لسه فيها امل. ليه قابل تعيش حزين وقلبك فيه نبضات تقع؟ تقوم ربك بيقولك انت قابل للصدمات، لازم تكمل حلمك في الحياة مهما حسيت بملل، مهما حسيت بيأس حياتنا لسه فيها امل.